السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله على لوحات التحكم. معانا حضراتكم لوحة تحكم 3 مرحلة، طلب كبير الفترة الأخيرة عن اللوحة التحكم الثلاثة مرحلة، وفرناها حضراتكم بشغلنا المميز الشغل الكوري بأعلى خامة وأفضل جودة وبسعر مناسب. معانا حضراتكم لوحة تحكم راكب عليها ترموستات فوكس كوري 2001 دي لتشغيل دفاية وشفاط وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على الشفاط للتهوية وسحب الأمونيا من داخل مكان التربية، وتايمر تاني حضراتكم شغال لخلايا التبريد، ولمبه لقياس الفولت، ومفتاح الطوارئ بنضغط عليه لا قدر الله في حاله اي مشكله. بنشوف حضراتكم التقفيل من الداخل. طبعا وضحنا لحضراتكم فيديوهات كتير بالنسبه للتقفيل والتامين، بيكون على اعلى مستوى، وكل حاجه في التصنيع بتكون محسوبه بالنسبه لعدد الامبير عدد الواط. يعني حضراتكم التصنيع مش بيكون بشكل عشوائي نهائي. بنشوف ان حضراتكم التقفيل بشكل منظم زي ما واضح امام حضراتكم. السلوك متوصله بالكوندكتورات بترامل، السلك مظبوط، مفيش سلك طويل مفيش سلك قصير، مفيش كباري ما بين الكوندكتورات بالكامل واخده كهرباء وارضي من المفتاح الرئيسي، وده حضراتكم الشغل المظبوط. بنشوف حضراتكم هنا معانا ريلي فاصل مرحله التبريد ما بين الشفاط وخلايا التبريد، وكوندكتور رئيسي للدفايه كوندكتور داكو كوري اصلي 22 امبير متوصل بسلك سويدي اصلي 4 مللي. كوندكتور الشفاط حضراتكم كوندكتور كوري داكو اصلي 12 امبير متوصل بسلك سويدي اصلي 2 مللي. وكوندكتور خلايا التبريد كوري داكو اصلي 12 امبير متوصل بسلك 2 مللي سويدي اصلي. وتجميع اللوحه حضراتكم بالكامل على مفتاح ثنائي هونداي كوري اصلي 40 امبير. بنشوف حضراتكم طريقه التوصيل سهله جدا، مش محتاج حضرتك فني ولا كهربائي يوصل اللوحه، تقدر حضرتك توصل اللوحه. لو واجهتك اي مشكله اثناء التوصيل طبعا تتواصل معانا، الدعم الفني هيشرح لحضرتك طريقه التوصيل بالتفصيل. اول حاجه من على اليمين توصيل الدفايه، توصيل الشفاط، توصيل خلايا التبريد، ومدخل الكهرباء العمومي. ومعنا حضراتكم طبعا السلك الحساس الكوري الاصلي استانلس دقيق جدا في درجات الحراره، تقدر تعتمد عليه في تظبيط درجات الحراره اوتوماتيك سواء صيف او شتاء. نوهنا فيديوهات كتيره جدا ما بتشتغلش في الصين، الشغل كله كوري. كوري حضراتكم بيكون معتمد عمر افتراضي اطول، تقدر تعتمد عليه في تظبيط درجات الحراره وحضرتك مطمن لو مش موجود في المكان. كمان حضراتكم بالنسبه للسلك الحساس الكوري ده، السلك الحساس لوحده يمكن سعره اغلى من الترموستات الصيني اللي الناس بتركبه في لوحات التحكم، اللي مش بننصح بشغل الصيني نهائي. زي ما واضح امام حضراتكم ده الحساس الكوري الاصلي. شوف كمان حضراتكم طريقه تقفيل الباب. هنا طبعا السلوك معزوله تماما زي ما واضح امام حضراتكم، مفيش سلك واضح نهائي، جميع السلوك بتكون معزوله تماما زي ما واضح امام حضراتكم بالنسبه لتقفيل اللوحه او تقفيل الباب والتقفيل من الداخل. دي حضراتكم لوحه تحكم 3 مرحله كوري اصلي بخامات معتمده، شغل كوري باعلى جوده وافضل خامه. اللوحه حضراتكم بتشغل معانا دفايه شفاط خلايا تبريد، تايمر على الشفاط للتهويه سحب الامونيا من داخل مكان التربيه، وتايمر تاني حضراتكم شغال لخلايا التبريد. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه وعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم حسب رغبه العميل، يعني بفضل الله موجود حضراتكم اي لوحه حابب حضرتك تصنعها موجوده ان شاء الله تصنيعها، وشغلنا كله بفضل الله بيكون كوري مش شغالين في الصين. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه العجانه مدينه نصر القاهره، ويوجد شحن لجميع المحافظات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.